دار سعاد تيجمة. مرحبا بكم في دار سعاد تيجمة. طريقة تحضير الكوشة، لحم الكوشة في الطابونة. نحطوا اللحم توا سفافيت، هذوك نسموهم سفود كما قلنا، نحطوهم في الطابونة. احنا كما فات وذكرنا في دار سعاد تيجمة تو بعد ما نحطوا اللحم في الطابونة نغطوها والجناب هذاكم نعملوا لهم الطين باش ما عادش تتنفس. على قد ما تتسكر طيب احسن، خاطر هيتو باش تطيبها الحرارة السخانة متاع القلال هذيك متاع الطابونة، فيهاش جمر برشا. طبيعة الحال الطابونة هذه اللي نطيبوا فيها في الخبز. الطابونة هذه الطابونة العربي الأصيلية متاع الفخار. هذه توا تقعد أقل شيء ساعة من زمان باش يحضر اللحم. وين يشوف شوية دخان هكايا خارج فابير باخ يسكر، ديما ماذا بينا تكون نفسلة باش تطيب وبنتها في العرق هذاك متاع الطابونة. هي هذيك البنة متاع اللحم متاع الكوشة. طقس ربيعي ما شاء الله في تيجمة. مطماطة حكاية 4 كيلومتر على مطماطة، طريق قابس المدخل الشمالي المطماطة 4 كيلومتر تلقوا تيجمة. دار سعاد تيجمة، أول دار على اليمين وانت ماشي القابس، آخر دار على اليسار وانت ماشي المطماطة، جاي من قابس ماشي المطماطة، آخر دار على اليسار تجيك. كي تخرج من المطماطة ماشي القابس أول دار على اليمين تجيك دار سعاد. هيا ملتقانا ان شاء الله بعد ساعة كي يطيب اللحم ان شاء الله. نخرجوا اللحم نوروكم السفافيت.